السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعيني الكرام. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم العصبان، يعني العصبان بالروز والعصبان بالسميد، يعني قلي بزاف اللي يديروه بالسميد، وحبيت نشارك معكم هذه الطريقة. يعني صدقوني يجي عصبان ولا أروع، يعني من أروع ما يكون. إن شاء الله فقط تجربوه وتخلوا لي في التعليقات إذا جربتوه وكيفاش جاكم داير. كما شفنا الأول كان بالسميد وهذا بالروز. راهي شاهي والله يشاهدكم في الجنة إن شاء الله. هنا راح نشوفوا طريقة التحضير تاعو. نجيبوا السميد، يعني السميد ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ، يعني السميد يكون متوسط كما نديروا به الطمينة، ونقلوه ايضا كما نقلو الطمينة. كما راكم تلاحظوا، يعني كاين اللي ما يعرفش هذه الطريقة. نشوفوها هكا. ندير السميد في الطاجين، نقليه حتى يوليش اللون تاعو ذهبي كما راكم تلاحظوا. الان راح نخليه يبرد، يعني يبرد مليح مليح. هنا درت الكميه نتاع طبسي صغير هكا كما راكم تلاحظوا. وتكون بعد ما يبرد مليح مليح راح نجيب الماء غالي، يعني يغلي من ديريه من. وهنا ما نقدرش نعطيكم الكميه نتاع الماء، يعني على حسب الدقيق. كاين الدقيق اللي يشرب بزاف، كاين اللي ما يشربش. يعني هنا تبداو تضيفوه غير بشويه كما راكم تلاحظوا. طبيعه الحال ما تنساوش الملح. تبداي تضيفي الماء غير بشويه وما تقويش بزاف، يعني ما تخليش الحبه هذيك نتاع السميد تشرب مليح تولي راويه نهزه، يعني غير شويه كما راكم تشوفوا. من بعد راح يزيد ينشف. علاه ما نروهش مليح، خاطر من بعد راح يزيد يطيب ويدخلوا الطياب. و يعني كيما نروهش مليح في الاول باش مع الطياب من بعد يجينا نيشان. انا راح نضيف مغرف نتاع الزبده او مارغرين ونخلطوهم مليح، ونخلو هذا الخليط يبرد بجيه، ونكملوا باقي المقادير. هنا عندي المصارين، هذوك مصارين انا ظفرتهم هكا. من بعد ما نظفرهم راح نحطوهم في الماء الغالي، ما نخليهمش يطولوا بزاف، يعني ممكن واحد دقيقه ولا ما كاش، يعني ونقلعوهم كما راكم تلاحظوا. على هذه الطريقه باش يجونا سهلين في القص، يعني بما يغبلوناش مليح في القص. كما راكم تلاحظوا نقطعوهم كاع كامل صغار صغار. راح نستعمل في هذا العصبان الغرنوق، حنقطعه ايضا صغير. نستعمل ايضا الشحم اللي يجي في الدواره هذاك، ايضا نستعملوا الريه. راح ندير فيه الريه، ندير فيه شويه من تاع الكبده وشويه من القلب، يعني كامل نخلي شويه شويه منهم ونديرهم في هذا الخليط نتاع العصبان. وايضا نديروا اللحم، يعني ديري قطعه تاع اللحم، خصوصا اذا كانت من تاع الرقبه. وهذا هما المقادير كما راكم تشوفوا فيهم: الحمص، الزبيب، وهذا هو السميد. وهنا هذا السميد نقولوا له المجير، انتم مش عارف كيفاش تقولوا له. كما راكم تلاحظوا هذا هما المقادير اللي راح نستعملهم في هذا الخليط نتاع العصبان. ودروك نشوفوا نقولكم العبر كامل شحال. نشوف طريقه الخلط مع بعض. هنا نضيفوا زوج حبات كبار نتاع البصل مقطعين صغيرين كما راكم تلاحظوا. ونضيف ايضا زوج حبات نتاع طماطيش مقطعين صغار صغار ايضا. نضيفوا الغرفيه نتاع الحمص بطبيعه الحال يكون منقوع، يعني يكون مغلي من قبل. نضيفوا الزبيب. نزيدوا الغرفيه صغيره نتاع او ربطه نتاع قزبر ومعدنوس وخلطين مع بعض. راح نضيف مغرفه كبيره مليح معمره مليح نتاع طماطيش مصبره. نضيفوا قريب مغرفه كبيره نتاع فلفل. ونضيفوا مغرفه كبيره معمره مليح مليح نتاع راس الحانوت، يعني راس الحانوت العصبان يبغي راس الحانوت. وهنا ضفنا
زوج مغارف كبار نتاع فلفله حمراء، مغرفه كبيره نتاع كركم، ايضا تقريبا مغرفه كبيره نتاع زنجبيل، يعني المغرف ما نعمروهاش مليح بومبي نتاع كمون، ونضيفوا حبه ثوم كما راكم تلاحظوا، حبه كامله مسكرفجه، وبطبيعه الحال ملح. نخلطوا هذا المقادير كامل مع بعض. وهنا نضيف ايضا مغرفه نتاع السكر، يعني من بعد فكرت ضفتها كما راكم تلاحظوا. هذه هي مغرفه نتاع السكر، ودخلتي كامل هذا المقادير مع بعض. والان راح نقسم هذه الكميه، يعني ما راحش نديرها نقسمها، قلنا ندير نصها بالرز ونصها بالسميد بهذاك المجير كما راكم تلاحظوا هكا. واللي يحبوا كامل بالرز واللي يحبوا كامل بالمجير، يعني هذه هي طريقتي لتحضير نتاع العصبان. وكما قلت لكم والله صدقوني يجي رائع هذا العصبان، ما شاء الله فقط تجربوه. وراه العيد قريب يعني وان شاء الله سنة كما يقولوا فيها خير من العيد ان شاء الله. يعني كما راكم تشوفوا الغلا راه يعني قليل اللي راح يعيد، وربي معنا كامل. هنا كما راكم تلاحظوا اني هذه الكميه راني درت فيها الرز، والكميه الاخرى درت فيها هذاك المجير، يعني هذاك السميد المشرب. هنا راح نجيبوا الدواره هذيك او الكرشه هذيك اللي خيطوها، نقطعوها على شكل حبيبات نتاع عصبان ونخيطوهم. انا هنا هذا العصبان راني خيطته في الماشينه كما راكم تلاحظوا، خياطه تاع الماشينه، وراني حاطه فيديو نتاع الخياطه تاعو يعني عندي في القناه، راني حاطاته. وحنا نخيطوا هذيك الجهه الحرشه هذيك راح نديروها من الداخل، والجهه هذه الرطبه نديروها من برا، ونعمروا الحبيبات تاعنا نتاع العصبان طبيعة الحال. من بعد ما يتعمروا مليح، يعني انا فقط كنصيحة ما تعمروش الحبة نتاع العصبان مليح، يعني خلوا فيها شوية فراغ، على خاطرش من بعد هذاك الروز وهذاك السميد راح يزيد يشربوا، راح يزيد الحجم تاعهم، يعني اللي عمرتوهم مليح راح يطرطقوا لكم. واذا خليتوا يعني بلاصه كما نقولوا او مساحه يعني فراغ، باش من بعد كي ينتفخوا هذوك الحبيبات وكاع تجي الحبه سواسوا كما لاحظتوا. راح نخيطوهم بهذيك الخياطه نتاع الهرتاته احنا نقول لها الهرتاته. هنا نجيبوا الكوكوط ولا القدره اللي طيبوا فيها، نديروا فيها الزيت، ونديروا فيها حبه بصل كما راكم تشوفوا مقطعه هكا كبيره، مع حبه طماطيش يعني، ونضيفوا الملح والتوابل. التوابل نفس اللي درناهم في العصبان درناهم في هذا المرق. المرقوب بطبيعة الحال بالماء سخون، نحط دوك الحبيبات نتاعنا نتاع العصبان، وهنا قبل ما نحطهم كما راكم تلاحظوا نغسلوهم، يعني تكون عمرناهم وكاع كانوا نشلوهم. وبعد ما نشلوهم راح نثقبوهم باش كي يطيبوا يدخلهم الطياب ويطيبوا لنا مليح. قلنا راح نضيفوهم من هنا ونمرقوا بالماء سخون. وهنا فقط كنصيحة، يعني هنا هذا الدوارة هذا الكرشة كما نقولوا خلوا منها يعني شوية مرصو هكا وحدو، ماهوش معمر، يعني مرصو غير صغير. وكنا نمرقو كي من هكا راح نحطوا هذيك المرصو من الفوق، به من بعد نجبدوا غير هذيك المرصو نتاع الدواره نجبدوه ونشوفوا الا طاب نعرفوا بلي العصبان نتاعنا طاب، اذا مازال نعرفوا بلي العصبان نتاعنا يعني مازال ما طابش. وكما راكم تلاحظوا هذه النتيجه، يعني العصبان جاني ما شاء الله. وفي الاخير واش نقول لكم، اذا اعجبكم الفيديو نتاع نهار اليوم، او بالاحرى اذا اعجبكم العصبان نتاع نهار اليوم، ما تنساوش تدعمونا بالجيم، وما تنساوش ايضا تبارطاجوا هذا الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم كي تعم الفائده عليكم وعلينا ان شاء الله. وشوفوا والله صدقوني راهي شاهي يعني
شاهدكم في الجنة إن شاء الله أخيتي، ومع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله. نقولكم صحة عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير. إذا جربتوه ما تنسوش تخلوا لي كومنتير، خلوا لي كومنتير وقولوا لي واش رايكم فيه. مع السلامة.